طبعا من الحاجات اللي احنا تثبتت لنا ان السلك لمس في الزلموكة، زي زي ما قال خفاجة الزملكاوي. يعني معانا النهارده، يعني انت هشوف لك كذا فيديو، بس ان شاء الله نبتدي بالفيديو الاولاني. طبعا ده السلك لمس في الزلموكة، ومن كتر ما السلك لمس في الزلموكة ربنا يسامحني كل شويه يقصر 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 يقصر. خالد الغندور من كتر ما السلك لمس في الزلموكة عامل بقى زي فطوطة اشوفكم اني بقى راح. فبيقول لك محمد صلاح لو عمل سبرنت جنب عبد الله السعيد مش هيشوفه. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده ضياء السيد. ليه بقى بيقول له الكلام ده؟ خالد الغندور بيقول لي يعني اللي عبد الله السعيد احسن وامهر ومش عارف امتع ودفاعيا من محمد صلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هسمعك الفيديو بس عشان إيه؟ ربنا يهدي الواحد، عشان إحنا مش عايزين نلبخ في الكلام، عشان الناس بتقول لي خليك يعني إيه؟ أنت عندك 41 سنة بلاش الطريقة ديت وبتقعد تضحك ومش عارف إيه، مع إن كل واحد حر يعني. طب يعني ما عادي يعني، بعدين اللي بيشوفنا أساسا ما يقوليش إن أنا عندي 41 سنة، يقول لي أنا عندي 51 سنة. اسمعني بس كده. محمد صلاح 34 اعلى من مين؟ محمد صلاح. سجلت من بدايتها. شوف انا بقول لك اهو، عبد الله السعيد بدنيا اعلى من محمد صلاح. محمد صلاح 34 اعلى من مين؟ محمد صلاح. بيضحك. والله ماشي، انت شايف ان صلاح بدني اعلى؟ لا من وجهه نظرك والله. كابتن محمد صلاح بتاع الزمالك لا. لا اصل محمد صلاح كابتن غير الموضوع. طب قول لي، طب قول نظرك والله. بيقول له غير الموضوع، ما بيدافعش ما بيرجعش ما بيتكلمش على مستوى امكانيات وقدرات بدنيا يعني. انا بتكلم كبدني. صلاح لو عمل سبرنت جنب عبد الله القصه تبقى صعبه. هو البدني سبرنت؟ لا البدني اندورنس، يعني البدني تحمل يا كابتن. بدني تحمل. صلاح تحمل احسن من انت ما تقارنش صلاح باي لعيب في الدوري يا كابتن. وانا بقارن بدني مش لعب هذا، ما انا عارف البدني تحمل. لا لا يقارن، لا. شوف انا بقول لك اهو، عايز اقول لك على حاجه. طبعا احنا لازم نصدق كلام فطوطه خالد الغندور، لان طبعا خوان بزيره ب 60 مليون دولار. لازم تعرف اللي برضه اللي طبعا شيكابالا امهر من لامين يامال. لازم تعرف اللي يعني لا اله الا الله. كفايه كده عشان ايه؟ عارف انت كان في فيلم كده او مسلسل مش فاكر بالظبط قوي، تيجي كده على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك يقول ايه؟ يقول له هاني رمزي واقف، فواحد جنبيه واحد بيكذب. قاعد يضحك يضحك، يقول له ايه؟ بيكذب. قال له بيكذب؟ قال له ده بيكذب. عارف انت عادل امام يقول له ايه؟ ده كان الراجل ده كداب. فتلاقي جنب واحد كده، الراجل الله يرحمه كان تخين كده وكان دمه خفيف، فقال له ده بيكذب، ده كداب. اه فهمت. كان احمد بيربري في مسلسل، كان مسلسل من المسلسلات مش فاكر مسلسل ايه، بتاع عادل امام يعني. طيب نشوف لك فيديو تاني يعني عشان الضحك كتير يعني. ليه حسام حسن ما بياخدش لعيبه من نادي الزمالك؟ وليه برضه حسن شحاته لماذا لم ياخذ لعيبه من نادي الزمالك؟ مش موضوع زمالك واهلي، الموضوع كل اللي ما فيه اللي ما تيجي نسمع. تعالى، فاكر انت ابراهيم نصر؟ ما يلا بينا. كورة خفيه. اسمع كده. لعبها الزمالك واحد. انا جيت في وقت من الاوقات خدت 9 من الاهلي وما خدتش ولا واحد من الزمالك ولا واحد من الزمالك. ليه؟ لان انا راجل بحاول ابقى عادل في اختياراتي، ان انا باخد لعيبه اللي شايفهم اللي هم هيفيدوني. يعني ولا واحد في الزمالك كان لا مش مقتنع بيهم. خلي بالك ساعتها كان في شيكابالا وكان شيكابالا واحد من الناس ما بيحبش يروح معسكرات. لعبها ده زملكاوي عشان كده الناس كلها بتحبه يعني، حتى الناس اللي فاهمه زي الهستيري وغيره وخفاجي والحاجات دي كلها، الدكتور كوره، الناس اللي بتحب نادي الزمالك بجد يعني، وعايزه نادي الزمالك في منطقه حلوه جدا يعني، وبطولات وحاجات دي كلها. والاهلاويه بيحبوا حسن شحاته، وعلاقه حسن شحاته بمحمود خطيب حلوه وانا احنا بندعي له ربنا رب يشفيه، فبيتكلم كلمه الحق. وانا بحب قوي 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 اللي بيتكلم كلمه الحق، ما بحبش اللي يلف ويدور زي جاليريو ومينا ومها صبري ونيره الاحمر تركي اسمها ايه؟ لارين تركي، والتانيه اسمها فرح علي. الناس دي من كتر ما السلك لمس في الزلموكه يعني بقى جمهور النادي الاهلي بيضحك بزياده. فانت مش محتاجين نتفرج على ابراهيم نصر خالص، ولا بتوع مقالب، ولا الحقونا. عارف انت برنامج حلقونا كده يعني. هنشوف كده فيديو تاني برضه، وخليك معايا عشان الكاميرا خفيه كتير يعني، والحق بيبان يعني. طبعا لما الزمالك بياخد الدوري بيبقى طبعا يعني انجاز وحوار وخير وعمل يعني اللي ما عملوش اي ايه. يعني مثلا دخل حرب 73 ودخل
حرب الاستنزاف وكده يعني، الحرب العالمية الثالثة والرابعة والخامسة بيبقى الدنيا كلها بتقف، بص كأن بيتلمع عليهم نووي. والله العظيم يا جدع. فدي محدث اللي بقول لك على ايه، على اسمها لارين تركي. فانا قلت اعمل لك الفيديو ده عشان تعرف ايه يعني. النادي الاهلي والله العظيم ورب الكعبه وعزه وجلاله الله اقسم برب الكعبه، احنا اخدنا دوري ابطال افريقيا من الزمالك، وبعدين اخدناه من كايزر تشيفز. اتفرج على النادي الاهلي، كان فاكر انا جون عمرو السوليه كنا كسبنا ما اتذكر 3-0. انا عايزك بس تشوف بس ايه حته النادي الاهلي وهو بيحتفل والله العظيم اتفرج بس على الاهلي بس وهو بيحتفل بدوري ابطال افريقيا. فاهم انت قصدي؟ عارف انت كان ساعتها ما اتذكر اللي زيزو او مش حد كان في الزمالك، زيزو كان بيلعبوا مباراه وكانهم ايه بيلعبوا مباراه في الدوري، وكان ايه يعني جاب جون في فريق مش فاكر فريق ايه، كان حاجه هايفه كان في مش فاكر يعني. وراح للجماهير واو وعمل يعني كانه مثلا ايه اخد كاس العالم للانديه، لاعب باريس سان جيرمان ولا ريال مدريد، واخد كاس العالم للانديه وكسب سبع من الدولارات. فيعني الموضوع كبير قوي يعني. فاحنا عادي اخدنا بطوله يعني، ازيك الله يسلمك انا خدها. فاهم انت قصدي؟ يمكن احنا فرحنا قوي عشان اخدناه من الزمالك. فاهم انت؟ قضيه ممكن انت فرحه تانيه خالص ايام موسوماني، بعد كده ابو موسوماني خسرناها فاكر انت اللي جواب اتخبى وكده، وبعد كده اخدناها مع مارسيل كولر، وبعدين مارسيل كولر كان الوداد، وبعد كده بين الترجي او مطبقه جون رامي ربيعه. والوداد جون ايه؟ كانت عرضيه مين؟ كانت عرضيه علي معلول حبيب قلبي، وطبعا حبيب قلبي العالم كله طبعا قلبه، ورأسيه عبد المنعم. واتمنى ان عبد المنعم يرجع لمستواه يعني، عشان ايه ما كانش حلو في مباراه البرازيل يعني. ربنا يا رب ايه يرجع لمستواه. طبعا الاصابه ما كانش سهل يعني. طيب اسمع بقى كده الفيديو ده. ضحك كتير، مكيدة، حوارات، مش عارف ايه، اوبا. يا شويه رباطيه يا شويه رباطيه يا رباطيه يا رباطيه اللي بتطلع على الزمالك يا رباطيه يا بتوع المكافآت يا بتوع المليون بنكسب بشحانه يا صبري الدوري في ضربه طبعا هو بيتكلم على صبر اللي هو توفى ده، مش فاكر اسمه ايه. اسمه ايه؟ مش فاكر اسمه، حاجه صبري مش فاكر، اللي هو لاعب الكوره كان بيطلع مذيع برضه، كان بيلبخ في الاهلي وكده يعني علينا يعني. فرباطيه وبفلقه المليار تخش على اللي بعده يا ابني، عشان انا واحد تعبان يا ابني، ربنا يهديك يا رب، مش ناقصين عته. ده السلك لمس في الزلموكه خالص. نيجي للفيديو اللي بعد كده عن فرح علي، وبتتكلم على نادي الزمالك مش محتاج ان جمهوره يعملوا نفسهم مش شايفين اسم من تطارف الفرق بينا. طبعا بيتكلم، طبعا احنا لما حلينا اللوغاريتميات و يعني كمان لعبه سودوكو والكلمات المتقاطعه، طلعت النادي الاهلي في الاخر الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. من اول لما وصلنا للمجهود ده كان حوار كبير قوي، جبنا الجورنان مع ان زمان بقالنا زمان ما جبناش الجورنان، كان موضوع كبير قوي. ماشي طب المهم ايه، تعالى نسمع الفيديو زي ابراهيم نصر، يلا بينا. بس يا اما تلحقوني يا ما تلحقوناش، ما هو هنفكر كوميدي. وبحاول ان انا ما اعملش زي كده عشان بس الناس بتقول لي انت يعني 41 سنه ما ينفعش تعمل كده يا عم محمد، يعني ما انت كبرت على الكلام ده. فبقول لهم انا يا سيدي اللي يشوفني يقول لي انا عندي 51 سنه مش 41. يا عم 41 سنه ولا 51 سنه ولا 61 سنه يعني، مثلا بخش النار مثلا، كل واحد له بشخصيته يا عم. يا عم الله يسامحني، عايز تتابعني تابعني، مش عايز تتابعني خد مني المفيد وخد شويه. وده بيقدم ضحك. وبعدين دخلت اساسا لقيتها يعني مشترك في عندها باين 700,000 واحد يعني فاهم انت. فطبعا دول هم اساسا 650,000 متابع من اهلاوي عشان يضحكوا. والباقي زملكاوي عشان برضه يضحكوا. ضحك كتير من كتر السلك ملمس في الزلموكه، بقى عندها مشتركين كتير. ربنا يهديكم. اسمع كده. فكره ان انا من كل الوقت بصدر ازمات الجمهور العظيم معنى كده ان انا مهيأ. لا، انت كده فاهم غلط. انا عارف كويس جدا من اول يوم نادي الزمالك فيه ايه وعنده ايه ويستطيع يفعل ايه. ده الفرق ما بين الايمان والثقه والانكار. نادي الزمالك مش محتاج ابدا ان جمهوره العظيم ومشجعينه يعملوا نفسهم مش شايفين ومش سامعين. شايفين وسامعين وعايشين، ويستطيعوا وهيعدوا باذن الله. فكره ان انا عايش ومش عايش ومش خايف على بعدك، ولا عايش قلبي ولا عايش. هو بيتصل بينا وقت معدود عليه. بس هو انا
انت طبعا فهمت هعمل ايه؟ قال لك اقول ايه؟ ما هو الناس هتقول لي انت يا محمد يا شبور بلاش اللي انت بتعمله ده عشان انت عندك 41 سنه ما ينفعش الكلام ده. فبقول له ما عندي 51 سنه. يا عم يا عم اقول لك ايه يعني؟ كفايه ضحك بقى. تسامحني بقى لو انا ايه يعني لعبت في الذكاء الاصطناعي او مش في الذكاء الاصطناعي. ما هو ده ذكاء اصطناعي، ما هو ده الغاء الصدى الدوشه والحاجات دي على قدر ما استطعت يعني. مايك جديد يعني. ماشي بس هخش في المونتاج على الكاب كات واسرع لك الصوت برضو ايه يعني شويه يعني عشان ايه يعني. احاول اظبطه لك شويه عشان بس ما ينفعش ايه بان حقوق والحاجات دي كلها. بحاول يعني وبعدين مش فارقه يعني اساسا كده كده ايه. فيديو ينزل المهم اللي انت تضحك واحنا نضحك كلنا نضحك ايه بس. ولا عايز جرابات ولا حاجه قول لي ونجيب لك جرابات ايه. ماشي بس. يلا كفايه كده حاجه النهارده. يلا هقول لك بس على حاجه اخيره بس عشان ايه يعني ادعي لي بظهر الغيب ربنا كده يكشف لك كربي. فاقول لك كده ايه والله بس ايه قرانيه اقراها لك وبس كده يعني. مش هقول لك في التفسير ولا اي حاجه. هي بس ايه قرانيه لما حد يظلمك ادعي الدعوه دي ادعي الدعاء ادعي يعني الايه القرانيه دي وان شاء الله ربنا يستجيب يا رب. بص يا صديقي الصوره في سوره الايه من سوره يونس. سوره يونس سوره جميله جدا وقصه سيدنا يعني هو يعني طبعا انت عارف قصه سيدنا يونس يعني مش عارف بس عشان ما اطولش الفيديو. اقرا انت قصه سيدنا يونس اسمع من اي شيخ. اسمع يا عم من نبيل من نبيل العوضي. ما اتذكر اسمه نبيل العوضي صح؟ نبيل العوضي ما اتذكر يعني. بيقول قصص الانبياء وفي ناس كتيره بتحكي يعني. اكتب بس قصه سيدنا يوسف هتلاقي ايه في ناس كمان بتعملها بطريقه حلوه قوي ماشي. فربنا طبعا بيتكلم هنا مثلا في سوره يونس على الايه 88. طبعا بيتكلم عن ايه سيدنا موسى وكده وفرعون الحاجات دي كلها. فانا قبلها طبعا ايه يعني إيه سيدنا موسى بيقول لقومه إيه انتوا توكلوا على ربنا وانتم مسلمين فهم قالوا توكلنا على ربنا إيه وقال لك يا رب نجينا من ايه من القوم الكافرين. وربنا قال لهم ايه يعني ربنا اوحى لسيدنا موسى اللي هو ايه يعني يخلي إيه يقوم الصلاه وكده يعني ويبشر المؤمنين. فسيدنا موسى دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إيه عايز أقول لك إن الدعوة دي استجابت بعد 40 سنة والله العظيم. ربنا قال سيدنا موسى الآية اللي بعدها قال قد أجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون. ماشي عايز أقول لك برضه سبيل اللي هو الطريق وسبيل جمعها سبل. ماشي طيب. وعايز اقول لك في الاخر خالص ربنا سبحانه وتعالى نصر سيدنا موسى وسيدنا هارون وقومه لما قالوا قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا ان ما ربي سيهدين. وربنا قال لك واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. فيا رب نجينا من القوم الظالمين ومن القوم الكافرين. خلي بالك برضو مذكورة أتذكر في سورة من الصور سورة الأعراف يا سورة تذكر سورة الأعراف أو سورة الأباء أتذكر يعني اللي قوم موسى قالوا إيه يا رب نجينا من القوم الظالمين وبعد كده ربنا إيه ونجينا وبرضو من القوم الكافرين يعني أول ابتدى بالظالمين وبعدين الكافرين يعني. فلما حد يظلمك يا ابني ادعي ربنا بقلبك بيقين وإن شاء الله ربنا يستجيب رب العالمين. وربنا يا رب يسعدكم سعادة يتعجى من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم ارزقنا الرضا. اللهم ارزقنا الرضا بقضائك بخيره وشره. آمين آمين رب العالمين. وعصمنا من الشيطان الرجيم. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا بهزر معاك طبعا في بداية الفيديو بحفل أزمنك وإحنا بنهزر مع بعض. هي ده حلاوة الكورة. ولو احنا بنعمل حاجة غلط ربنا يغفر لنا ذنوبنا هاخد من الحلو. وربنا إيه قال يعني إن الحسنات تذهبن السيئات. ماشي نقول في الموضوع.